السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم ويانا دورة حماية مقدمة من مستر محمد المعاقب البصري. شباب، اليوم الدرس الأول هو قفل الهارد. نذهب إلى الكمبيوتر، نختار الهارد، نضغط على هذا الخيار، ننطيه، ننتظر شوية، نان فعلاي، نكتب الباسورد اللي نريده، نعيد تكرار الباسورد مرة ثانية. بس شوية دخل شباب شوي، نعيد نكتب الباسورد، نكتب الباسورد ونعيد كتابته نفسه مرة ثانية. بعد ما نكمل نضغط نيكست. هنا يقول لك احفظ يعني المفتاح الاحتياطي في حال نسيت الرمز كيف تسترجعه. انا بالنسبة لي راح احفظه على اليو اس بي. طيب سيف، نيكست هسه ننتظر لحد ما يكمل العد. طبعا بالويندوز 7 يتأخر عكس ويندوز 10. شباب، وبهاي الطريقة ينتهي درسنا اليوم. نفس الطريقة تتفاعل على باقي الهارد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم شباب. تحياتي أخوكم مستر محمد المعاقب البصري.